عزيز ما وفاش بوعده، ما غيرش السكن، ده حتى ما غيرش العفش. ودخلت على عفش أختي وعلى سريرها اللي كانت بتنام عليه، شعرت بالقرف والذنب وبإني حرامية بسلبها أعز ممتلكاتها، بيتها وبنتها وجوزها وعفشها وأوضة نومها. احلف لي احلف لي احلف لي انك مش هتتجوز بعدي. احلف لي كمان، احلف لي انك هتعيش على ذكرانا. انا مش هقبل ان ايدك تلمس ايد اي ست غيري، مش هقبل ابدا. الافكار دي بتقتلني 1000 مرة اكتر من الموت، اكتر من الموت يا عزيز، اكتر من الموت. مستحيل يا حياتي، مستحيل اتجوز حد من بعدك، مستحيل حد يملى مكانك في قلبي ابدا ابدا مدى الحياة. عزيز، نعم. انت مش وعدتني انك هتغير الشقة؟ لا، انا بفكر اني ابني فيلا. فيلا؟ هتبنيها امتى؟ دي محتاجة وقت طويل. ما هو انا اشتريت الارض فعلا وابتدى المهندس يرسم الخريطة، كلها كام شهر وان شاء الله تخلص. الحكاية عايزة صبر. وصبرت، لكن مفيش اي حاجة حصلت من وعود عزيز، وابتديت اشعر باني مجرد آلة. اقوم الصبح البس بنت اختي واحضرها تروح المدرسة، واحضر الفطار لجوزي، وبعد ما يروح شغله ابتدي ارتب البيت، وانا بشعر تماما انه مش بيتي، انا ضيفة او بالاصح حرامية. كل حتة بتذكرني باختي، كل كنبة، كل قطعة اساس. وتأكدت ساعتها انه ما تجوزنيش انا، هو اتجوز ريحة اختي اللي بيحبها. اتجوزني علشان يلاقي سبب انه يفضل في البيت اللي عاش فيه قصة حبهم، وفي نفس الأوضة وفي نفس السرير اللي بيحبه. أنا بالنسبة له مجرد شبح، أما الحقيقة اللي بيحبها واللي بتملى البيت عليه هي روح أختي الميتة وأنفاسها. مش عارفة أنا الحرامية اللي سرقت جوزها، ولا هي الحرامية اللي سرقت نفسي مني وخلت مكانها صورتها وريحتها. كل يوم كنت ببعد عنه أكتر وأكتر، والجرح جوايا كان بيكبر. حياتي كلها كانت قايمة على أساس الواجب. هو كان بيعاملني كشيء اشتراه بالمال. كنت بدور فيه على أي حاجة كويسة كنت بشوفها فيه زمان، بس ما لقيتش أي حاجة كويسة فيه. اللي قال إن الحب بيجي بعد الجواز ده أكبر كذاب. أنا فهمتها متأخر قوي، فهمتها بعد فوات الأوان. وبمرور الوقت ما بقاش فيه حتى التعود، لكن بقى فيه كراهية، وبدأت تظهر عندي مشاعر مضطربة. كرهي ليه من ناحية وعطفي عليه من ناحية تانية، ونفور منه وحزن عشانه في نفس الوقت. وبدأت أراجع الأطباء النفسيين علشان نوبات الصداع الحاد والآلام، وبدأت ألجأ للأدوية المهدئة ومضادات الاكتئاب. كنت بنام كتير جدا
بسبب أخدي للأدوية دي، وكانت بتجيني كوابيس كتيرة كلها بتدور حوالين أختي. مرة أشوفها وهي بتلبس جوزي هدوم، ومرة وهي بتجهز بنتها علشان تروح المدرسة، ومرة وهي بتتمشى في البيت. كانت بتيجي وتروح في عقلي وفي خيالي، وأنا نايمة وأنا صاحية، وتعيش حياتها البيتية العادية اللي هي حياتي. وكنت بحس إني أنا الغريبة في الشقة، وحاولت أخرج نفسي من الحالة دي في القراية. كنت بقرأ كتير كتب الفلسفة والكتب القديمة والجرايد القديمة، وكنت بقضي وقت كبير بالعزف على البيانو. كنت بحب المقطوعات الحزينة اللي يأسى زيي. طبعا عزيز ما وفاش بوعوده، وما غيرناش السكن. في الوقت ده حسيت ببوادر الحمل بتظهر عليا، وخلفت ابننا، وعشت حياة باردة، وماتت كل مشاعر الأنوثة جوايا، وحولت كل حب لابني والبنت أختي. كنت بقضي أغلب اليوم وأنا نايمة في سريري، عفوا قصدي سريرها. كنت بقوم من النوم وارجع انام تاني. عزيز طبعا ما عجبوش حالي، وبدأ يشتمني، بس ما كانش عندي الجرأة اني ارد، وبدأ يسيء لي بألفاظ مش كويسة، وترفعت عن الإجابة. مش عارفة ليه، هل لأني ما كانش عندي الطاقة اني ارد، ولا لأنه انتهى بالنسبة لي نهائيا. انت ساكتة ليه؟ عاوزة تفرسيني؟ هتفضلي نايمة كده ليل نهار؟ دي ما بقتش عيشة دي. قوليلي انت حد مسلطك عليا؟ عاوزة تجننيني؟ عاوزاني اعمل ايه يا ست هانم؟ عاوزاني اطلقك واخلص؟ طيب انت طالق، وهبلغ ابوكي بالتليفون اني طلقتك عشان يجي ياخدك من هنا. طالق؟ أنا هبقى مطلقة من غير أمل، من غير بيت، من غير ابني، من غير شغل، وبدون وعي مني. رحت للحمام وقطعت شرايين ايدي بالموس اللي شفته قدامي، واغمى علي. وكانت اخر حاجة سمعتها كان صوت الشغالة وهي بتصرخ دم دم. ولما صحيت كان جوزي قدامي بيبوس ايدي وبيبكي ويتوسل. أرجوكي ما تسيبنيش يا نادية، أنا هعمل المستحيل علشان أسعدك. أنا مش هسيبك أبدا، مش هسيبك. أنقذوني من الموت، لكنهم سابوني أموت ببطء في البيت الواسع ده مع الراجل الغريب ده اللي اسمه جوزي. أموت من الملل والفراغ والحياة اللي ملهاش معنى، كل يوم زي التاني. بقرأ واكتب، بس بحس ان مفيش فايدة من كل ده. باخد الحبوب المنومة علشان انام، ومحدش بيحس بيا. يا ربي يا ربي، انا عملت ايه علشان تعذبني العذاب ده كله؟ كل الناس بتتعذب وتتحمل علشان في امل بيستنوه، لكن انا بتعذب واضحي علشان ايه؟